اهلا بيكم. في الفيديو بتاع النهارده هنقص مع بعض موديل كارديجان صك. يبقى فيه تفاصيل مهمه في الموديل بتاعنا النهارده. خليكم معايا وكملوا الفيديو للاخر لان المعلومات بتاعه النهارده مهمه. الموديل فيه قصات مهمه. الموديل بتاعنا النهارده فيه جيوب وفيه حردات من الامام والخلف. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده. الموديل اللي معانا النهارده هياخد 3 متر. اول حاجه بنعملها في الموديلات اللي زي دي ان احنا بنطلع الامام عن الخلف. هنطلع الامام عن الخلف ازاي؟ انا عندي هنا الموديل بتاعي هياخد 3 متر. هكون قسمه ال3 متر بالنص، متر ونص ومتر ونص. ده عرضين القماش هطبقهم على بعض وهطلع الامام بتاعي لان هيبقى الامام عندي مفتوح. هطلع الامام من العرضين وبعد كده هطلع الخلف من الجزء اللي فاضل. هيبقى عرض هيبقى فيه الخلف، والعرض التاني هنطلع منه الاكمام، هنطلع منه الجيوب والحردات، وهنطلع منه التشطيبات بتاعه الموديل اللي معانا. هنسمي بسم الله ونبدأ نجيب القماش بتاعنا كده. العرضين بتوعنا عندي انا عرض القماش 150 سنتي. هعمل العرض بتاعي على 3. هقسم العرض على 3 بحيث ان يكون العرض الجزء اللي هيبقى فيه الامام يبقى اكبر شوية من الجزء اللي هيبقى فيه الخلف. يعني لو هجيب القماش على بعضه كده وابقى عملته على 3 كده، هخلي جزء منهم اللي فيه البرسل ده هخليه اكبر حوالي 5 سنتي مثلا. بقى فيه جزء اكبر وجزء مقسوم 2 اصغر منهم. الجزء المقسوم 2 اللي اصغر منهم المقفول هعمله الظهر، والجزء التاني هعمل منه الامام. طيب هنبتدي نشتغل ازاي؟ هاخد علامة عند الجزء اللي هو الاطول اللي هو هيبقى الامام، واخد علامة كده. اما افرد القماش هيبقى عندي الجزء ده كده هيبقى الخلف، والجزء ده كده هيبقى الامام. طبعا احنا هنطبقه 2 على طول ال3 متر اللي عندنا. ازاي؟ ادي البرسل وادي الجزء اللي احنا علمنا عنده. هناخد البرسل كله هنقسمه على بعضه بالشكل ده وارجع اطبقه علشان خاطر يبقى مظبوط معايا وما يبقاش فيه اي تشريب في القماش. اطبقه اكتر من مره. تاني وممكن اطبقه كمان مره عشان يبان في الكاميرا بالشكل ده. كده احنا طبقنا البرسل 3 متر بالشكل ده. هنيجي كده دي العلامة اللي احنا اخدناها هنجيبها للاخر وهنقص القماش نخرجه من بعض. بسم الله. كده يبقى احنا معانا الامام 2 مفتوحين، كل ناحية منهم ربع، وعندنا القطعة اللي فضلت هناخد منها الخلف والاكمام. هنبتدي نطلع الخلف مع بعض على نفس الطول اللي هو 1.5 متر. هنطبق القماش عند الطبقة بتاعته وهنقص نبتدي نقص القماش كده ونطلع الطبقتين من بعض.
كده ناحية منهم هتبقى الخلف وناحية منهم هتبقى الأكمام. الناحية بتاعت الخلف هنطبقها 2 بالشكل ده. هنشتغل بقى على الظهر علشان العلامات زي ما احنا متفقين. انا بقول الكلام ده في كل مرة علشان خاطر اللي ما سمعنيش يسمعني تاني. هنشتغل على ظهر القماش بالشكل ده. ده العرض بتاع الخلف مقسوم 2 بالشكل ده. وعايزه اقول بس معلومه في موضوع القماش الشموا اللي معايا ده. قماش الشموا زي قماش القطيفه بيبقى فيه اتجاه للقماش. انا عندي قماش الشموا بيبقى له اتجاه بيعمل لمعه واتجاه بيبقى مطفي بالشكل ده. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل الاتجاه للقماش زي بعضه علشان خاطر ما يبقاش فيه ناحية مطفية وناحية فيها لمعة. يعني هنا القماش طالع لفوق كده بيطفي، كده القماش طالع لفوق كده بيطفي. طيب الناحية التانية نفس النظام. فهنبتدي نشتغل على الناحية دي علشان خاطر يبقى الأمام شبه الخلف. هنقلب القماش بتاعنا تاني بقى علشان خاطر نقص، وهنشتغل من الناحية اللي احنا قصينها بالمقص علشان ما يبقاش فيه برسل فيها ويبقى يعني يخلينا مش مرتاحين واحنا بنشتغل. تمام. اول حاجة هعملها علشان نقص، انا هخلي الامام اقصر من الخلف 3 سنتي. طبعا احنا متعودين على كده ان الكتف بيبقى فيه الامام اقصر، طول بيبقى في الامام اقصر الكتف علشان خاطر يدي راحة بعد كده في اللبس. عندي هنا 5 سنتي ازيد في الامام عن الخلف. الامام على مفتوح، الخلف على مقفول. عرض الكتف عندي 42 سنتي، نصهم 21 سنتي هاخدهم من عند المقفول بتاع الخلف. ماليش دعوة بال5 سنتي اللي طالعين من الامام، ده الاصل عندي. هاخد عندي هنا 21 سنتي. طول الصدر عندي هعمله 27 سنتي. كده كأننا بنرسم باترون بس على القماش. احنا عرفنا اهمية الباترون في الخياطة، مهم جدا علشان بنعرف منه مقاساتنا وبنعرف منه هنعمل ايه. هنطلع 4 سنتي زي ما احنا كنا متفقين بالشكل ده. هننزل من عند حردة الإبط بمستطيل معمول من عند حردة الإبط في الحردة البرنسيس. الحردة البرنسيس دي بتتعمل ازاي؟ قبل ما نقص وقبل ما نعمل اي حاجة لازم نظبط القماش بتاعنا وناخد مقاساتنا صح عشان خاطر لما نعمل الحردة يبقى معانا القماش مظبوط. طيب انا بقى علشان خاطر اعمل الحردة البرنسيس دي لازم اطلع الكتف بتاعي على الاقل خالص 2 أو 3 سنتي، وبعد كده ابقى اظبطه تاني. لان انا بالشكل ده، لان انا لما بعمل حردة البرنسيس دي بترجع تاني تاخد مني تشريب وبتاخد مني من القماش، ممكن يأثر معايا الكتف بتاعي. فانا اعمل حسابي من قبل ما اقص واخد حساب التشريب ده واخد حساب ان في ناحية ممكن تأثر، ممكن وممكن تيجي على قد بعضها، بس الاصل ان ممكن تأثر. يبقى انا معايا الزيادة بتاعتي بتاعت الكتف، بدل ما اقص من هنا ارجع تقوم الزيادة واخدة من عند الكتف بتاعي، ابص الاقي الكتف بتاعي هو اللي صغر عندي. يبقى انا عندي هنا مشكلة. انا عندي هنا مشكلة ان العميلة عندها طول الكتف بتاعها 42 سنتي، ابص الاقيني بقى مثلا 40 سنتي.
يبقى قصر معايا 2 سنتي في المقاس بتاع العميله، مش هيبقى مريح. تمام كده. عشان انا لخبطت الدنيا هنا، الشخبطه اللي انا عملتها دي ممكن تتلخبطوا منها، فانا هقلب القماش واعمل من اول وجديد تاني. هنا الكتف بتاع الامام ده الخلف، واللي تحت الامام هاخد بدل ما هاخد 42 سنتي انا هاخد 45 سنتي، نصهم 22 ونص بالشكل ده. قلنا هننزل 27 سنتي من عند اخر الامام، هنزودهم بقى المرة دي، هنزودهم كمان 3 سنتي. طب هنزودهم 3 سنتي ليه؟ علشان خاطر احنا لسه هناخد خياطة بتاعة البرنسيس، هناخد سنتي من هنا وسنتي من هنا، هتلاقيني برضو بيأثر معايا في حردة الإبط. فأنا هعمل ايه؟ هاخد هنا 30 سنتي وابتدي اشتغل تاني. هنعمل خط السطر وفوقيه خط الجيرو، وهنزل من هنا كده خط مستقيم، وكده ابقى عرفت عندي الحردة بتاعتي. الحردة بتاعتي بقى هعملها ازاي؟ عندي خط الكتف، هنزل من هنا 3 سنتي واعمل حردة الكتف بتاعتي على مفيش، والخلف نفس النظام، هنزل 3 سنتي واعمل حردة الكتف على مفيش، بالشكل ده. هشتغل بقى من عند الامام اللي هو هنا في الحتة دي، وهبتدي اخد المقاسات. هنزل 10 سنتي 10 سنتي، وهتبقى هنا المسافة بتاعت الدايرة بتاعت البرنسيس. يبقى هنا انا قسمتهم بالنص، خدت هنا 10 وهنا 10 ونص. طيب هدخل قد ايه؟ هاجي من هنا من عند المقفول وهاخد 20 سنتي، ده الكلام ده من فوق 20 سنتي، وابتدي ان انا اعمل دايرة بالشكل ده، بحيث ان هي تبقى جاية براحتها. يعني انا دلوقتي شغالة براحتي، اما جينا هنا لقيناها بقت 15 سنتي، هبتدي ان انا اخدها لحد اخر الموديل من تحت. هبتدي ان انا اخد ال 15 سنتي لحد ديل الكاردي من تحت. هناخد العلامات بالشكل ده لحد ديل الكاردي من تحت، 15 سنتي 15 سنتي 15 سنتي لحد ديل الكاردي من تحت، وهنبتدي نعملهم بالمسطرة عشان الخط يجي معايا مظبوط لحد اخر الكاردي من تحت. هنبتدي بقى ان احنا نقص مع بعض. طبعا لو القماش اتزحلق مننا او عمل اي حاجة لازم نظبط القماش تاني، يا اما من الاول خالص ندبسه بالدبابيس علشان خاطر ما يمشيش معايا ولا كده ولا كده. اول حاجة هقصها هي حردة الكتف. دي حردة الكتف الخلفية بالشكل ده، وهنزل تحت اعمل حردة الكتف الامامية. بعد كده هعمل حردة الربط. هعمل حردة بتاعت الرقبة، من الامام ومن الخلف. هنيجي بقى عند النقطة المهمة اللي هي بتاعت البرنسيس. بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب القصة بتاعتي وابتدي ان انا اقص عليها بالشكل ده. كده احنا فصلنا البرنسيس عن بعضه. هعمل معايا علامات عشان تدل معايا على ان ده الامام وده الخلف. اللي فوق ده هو الخلف،
هنكتب هنا خلف، واللي تحتها هنكتب خلف، وده امام، واللي في ظهرها امام. انا جبت هنا الامام وكأن دخلت الخياطات في بعضها، بحيث ان انا لما اخد طول الجيب والعرض بتاعه ابقى انا ماليش دعوه بالمقاسات بتاعه الخياطات، ابقى انا واخداها معاه عشان ما تلخبطنيش. طول الجيب عندي هيبقى 49 سنتي، هسيب سماحات خياطه فوق 1 سنتي، وهنزل لحد 49 سنتي، وهبتدي اعمل علامه. هسيب 3 سنتي اللي هم قفله الكاردي، ومن بعدهم هعمل 20 سنتي بالشكل ده. يبقى انا الجيب عندي هيبدأ من هنا كده. اقدر ان انا اشيل بقى الجزء ده واشتغل على الجزء ده. اجي من هنا كده اخد المقاس بتاعي هلاقيه 8 سنتي، هنزل 15 سنتي منه، واخد من هنا كان 8 سنتي، هنا هخليهم 12 سنتي، بحيث ان الجيب يبقى بورد. انا هعمل الجيب على الطول بحيث ان الجيب يبقى على الورد، وهبتدي ان انا اخد خط كده، ده الجيب بتاعي. وهعمل علامة برضو في الظهر على نفس المكان. انا ما بحبش افتح الجيب غير وانا شغالة فيه، هركب البراويز بتاعة الجيب وانا شغالة، وبعد كده هفتح الجيب. لعل وعسى تكون القماشة اللي انا شغالة فيها تكون بتمط او بتفتح، يقوم الجيب معايا يكبر وانا بعد كده معرفش اتصرف فيه ازاي. فانا الاحسن ان انا بسيب الجيب الشق بتاعه لحد ما اشتغل فيه. انا كده عرفت العلامات بتاعته. بس ده القماش الباقي معانا هنطلع منه الكم. هنيجي عند البرسل وهنقسم، ناخد طول الكم اللي احنا عايزينه ونقسم على 2، وناخد العرض براحتنا اللي احنا عايزينه. عندي مثلا هنا انا عندي طول الكم 55 سنتي، وهيبقى فيه الكم من قدام هيبقى فيه 3 كسرات على سن الابره. هيبقى حوالي، انا هاخد غير الرافيه طبعا، هاخد هنا 65 سنتي الطول اللي انا عايزاه علشان على بال ما اخلص. ادي الطول. هاخد بعد كده هطبقه على 2 بالشكل ده، وهطلع منه الكم اللي انا عايزاه. انا هاخد الكم عندي مثلا 30 سنتي مجوز كده، بالشكل ده، وهبتدي ان انا اطلع القماش ده. يبقى انا كده معايا قماش الكم. زي ما اتفقنا حردة الكم سهلة جدا. هننزل من هنا 15 سنتي، هنعملها تاني اهوت مع بعض، وهناخد بالمسطرة من فوق عند راس الكم لحد هنا، نص المسطرة دي 15 سنتي هيبقى هنا كده. هنطلع من هنا 1 سنتي، وهننزل من هنا 1 سنتي، وهنعمل تدويرة من اول المفتوح نيجي بيها للجزء اللي احنا نزلناه، ونطلع عند المنتصف، وبعد كده نوصل للحردة التانية اللي احنا عملناها، الجزء التاني ال1 سنتي اللي احنا طلعناه. بعد كده نطلع على راس الكم، ونبتدي نقص على الرسمة الجديدة. فرط هنا علشان خاطر نبقى عارفين المنتصف بتاع الكم عشان ما يلفش مننا. هنيجي من قدام
وناخد 20 سنتي، طبعا فيها سماحات خياطة، وهنبتدي نطلع حوالي 10 سنتي كده على نفس ال20. بعد كده هنبتدي ناخد على مفيش لحد اخر الكم، بس كده. وده الكم بتاعنا. هناخد البراويز بتاعه الكاردي من قدام. انا عندي هنا الطول اهو كامل، طبعا مش هعمل اي برواز على اللي بيتمط، البرواز هيتعمل على طول البرصل. هاخد برواز عريض ده البرواز لكل ناحية من الامام برواز. هناخد كمان من الحردة دي السجاف بتاع الخلف، هاخد للجيوب السجاف بتاعهم. طبعا انا عندي القماش بتاعي باخد الحاجات الصغيرة دي بشتغل منها. زي ما قلنا ما بناخدش سجاف ولا جيب ولا اي حاجة على العرض، بناخده على الطول علشان خاطر ما يتمطش مننا. معلش اذا كنت براجع معاكم او بقول مرة واثنين وثلاثة نفس الحاجة، بس علشان خاطر تفتكري احنا بنكلم حبابنا المبتدئات اللي احنا عاوزينهم يبقوا شاطرين، وعايزينهم يعني يبقوا ياخدوا المعلومة كاملة. يعني انا الحمد لله بحاول ان انا اقول المعلومة كاملة لوجه الله تعالى. هناخد من هنا السجاف، طبعا ده طوله 22 سنتي، واحنا عاملين الشق بتاع الجيب 15 سنتي، يعني هيبقى فيه يعني كتير اهوت علشان نعرف نخيط منه. السجافين اللي هيبقوا بتوع الجيب بالشكل ده. يبقى احنا خلصنا القص بتاعنا النهارده، قص الكاردي. ان شاء الله هنعمل مع بعض الكاردي ونشوف هيطلع في الاخر عامل ازاي، ونشوف مع بعض الاستفادة. اتمنى لو تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي انا قلتها النهاردة. اتمنى يبقى كل واحدة فيكم عندها المشروع بتاعها وتكون في احسن حال. اتمنى الخير للجميع باذن الله. لو استفدتوا من المعلومات اللي انا قلتها النهاردة ارجوكم ما تبخلوش عليا باعجاب، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان الكل يستفاد باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.